النهارده انا اكتشفت اختراع رائع رائع جدا هينفعنا كلنا بصراحه. معلومه كنت عارفها من زمان بس اول مره افاجئ انها لها قيمه يعني. حضرتك كنت ماشي في أي طريق، سواء ماشي على رجلك او راكب عجله او راكب عربيه، ايا كان ربنا يكرمنا كلنا. وانت واقف في اشاره، في حاجه اسمها اشاره مرور. اشاره المرور بقى ده في عباره عن بوكس كده مربع في 3 لمبات. اللمبات دي كل واحده ولها مغزى، خلي بالك. اللمبات دي مش محطوطه كده وخلاص، لا، اللمبات دي محطوطه عشان خاطر كل لون فيها بيدل على اشاره او حاجه انت المفروض تعملها. اول لمبه فيهم لمبه لونها احمر، قعدت ادور واعمل سيرش على جوجل، لقيت احمر دي معناها ان الطريق مقفول من فضلك انت ما تعديش. فالعربيات هنا في اللحظه دي هتقف. فحضرتك المفروض في اللحظه دي لو انت ناوي مقرر تعدي الشارع على رجليك في الطريق اللي العربيات واقفه فيه، تتفضل معزز مكرم وتعدي الطريق ده. اصفر معناها كده ان العربيه هتبدا تسخن وتبدا تقرر انها تعدي اول ما الاشاره تخضر. اخضر معناها كده ان العربيه طريقها اخضر. فكون ان حضرتك تفضل متردد في الاشاره الحمراء والاشاره الصفراء او البرتقاني، وتيجي على الاشاره الخضراء تقرر توقف التردد ده وتاخد لحظه حاسمه وتعدي الطريق، ترمي نفسك قدام العربيه او ترمي نفسك قدام العربيات، فدي حاجه غلط. حضرتك هتعطل الطريق اللي اتفتح، وهتعطل الاشاره الثانيه اللي المفروض لسه هتفتح، وهتعطل الطريق من يمين ومن الشمال ومن فوق لتحت. طب ليه؟ نحترم اشاره المرور كلنا. لما تبقى الاشاره واقفه تفضل عدي معزز مكرم، احنا اصلا واقفين علشان نعديك. فمن فضلك اشارات المرور دي ليها مغزى، عايزين نستفيد بيها كلنا، مش نقعد نعطل الطريق وكل يوم الحدوته دي بتحصل. فعايزين نتعاون مع بعض كلنا. السلام عليكم.